رهن السكة الحديد عشان ياخد قرض. تكملة لمصاريف الخديوي واللي صرفها على مشاريع كتير أغلبها ما كانش ضروري. يعني في مرة أنا قريت إن هو صرف مبالغ كتيرة عشان يعمل قصر يشبه قصر أميرة مان، الأميرة أوجيني، عشان لما تيجي مصر ينول إعجابها. بسبب المشاريع الكتير اضطر الخديوي إسماعيل إنه يقترض حوالي 10 مرات، وكل مرة بيقترض فيها كانت بفوائد أعلى من المرة اللي قبلها. الخديوي إسماعيل كان بيرهن من ممتلكاته الخاصة أو من ممتلكات عائلته، لدرجة إن هو مرة رهن السكة الحديد وميناء اسكندرية، وما كانش بيلاقي غير فرنسا وبريطانيا اللي كانوا بيوافقوا على القروض ديت، وده كان بيحصل بمساعدة وسطاء مصريين مقابل عمولات ضخمة. الخديوي إسماعيل حاول يبتكر طرق جديدة تساعده إن هو يسدد الديون أو على الأقل يقللها. فمثلا كان بياخد ضرائب على كل حاجة، يعني مثلا الناس اللي كانت بتعدي على كوبري قصر النيل كان بيدفعهم ضرائب. بالنسبة لملاك الأراضي اخترع لهم قانون جديد، القانون ده إن هم يدفعوا ضرائبهم لمدة 6 سنين قدام، مقابل إن هو يخفض الضرائب لمقدار النص. وده طبعا كانت فكرة فاشلة جدا وأضرت بموقفه الاقتصادي. واحدة من القروض ديت كانت تخص الجيش المصري. في سنة 1876 السلطان العثماني طلب من الخديوي إسماعيل إرسال كتائب وعتاد عسكري لمساعدته في حربه ضد روسيا. الموضوع ده كلف خزينة الدولة حوالي 15 مليون فرنك. في نفس السنة بريطانيا وفرنسا أرغموا الخديوي إسماعيل على إنشاء صندوق للدين عشان يضمنوا فلوسهم. من مهام الصندوق إن هو يدير الإيرادات الرئيسية زي عوائد قناة السويس والضرائب اللي فرضت بشكل كبير على المصريين. والمهمة الثانية إن هم كانوا بيخصصوا الإيرادات ديت لسداد الديون بس. كان المسؤول عن الصندوق 2، واحد إنجليزي والتاني فرنساوي، وقدموا استجواب لوزير المالية وقتها واللي كان اسمه إسماعيل صديق، لأنهم اكتشفوا شبهات كبيرة في الحسابات. وبالمناسبة إسماعيل صديق ده كان أخ الخديوي إسماعيل وأخوه في الرضاعة، وكاتم أسراره ودراعه اليمين، يعني لو كانوا عرفوا يستجوبوه كان قال لهم الفلوس دي كلها رايحة فين. المهم في يوم من الأيام تم استدعاء إسماعيل صديق على أحد المراكب الخاصة بالخديوي إسماعيل المتجهة للصعيد. راح هناك واختفى وما ظهرش تاني خالص. الخديوي إسماعيل صرف حوالي 30 مليون فرنك على التطوير العمراني، و50 مليون فرنك على المشاريع الكبرى، و5 مليون فرنك على التعليم، و10 مليون للهدايا والرشاوى. مش أنا اللي بقول، ده التاريخ. يعني إجمالي المصروفات اللي ذكرها التاريخ واللي صرفها الخديوي إسماعيل في حدود 280 300 312 مليون فرنك. هنشيل من المبلغ ده إجمالي الدين العام اللي سابه، هيتبقى لنا حوالي 2 مليار و188 مليون فرنك. هنشيل منهم برضو 340 مليون فرنك الدين العام اللي سابه سعيد باشا، هيتبقى لنا حوالي مليار و848 مليون فرنك. التاريخ ما ذكرش عنهم حاجة خالص. تفتكر لو كانت الفلوس دي موجودة أو كان الخديوي إسماعيل ما كانش اقترضهم من الأساس، كان إيه اللي هيتغير في تاريخ مصر؟